سؤال للملايين في الغردقة: ايه هو الطبق الذي لا يمل منه النجوم؟ الجواب هو المكرونة الأربياتا. أنا الشيف خالد عبد الفتاح، شيف المشاهير بالغردقة. سأثبت لكم النهاردة إن طبق عالمي يتعمل من غير جبنة برميزان ومن غير مكونات غالية. يلا نبدأ مع بعض، جهزوا نفسكم. شيف خالد، انت ايه اختراعات اللي انت عاملها؟ النهاردة هنعمل مكرونة الإيطالي حلزوني. هنعمل مكرونة بينا أربياتا. هنحتاج طماطم، يا ريت تكون طماطم صغيرة بلحة كده هتديها نتيجة أفضل. وعندي فلفل حامي وعندي توم. كده بنقطع الفلفل برضو سلايس زي ما احنا شايفين كده. طماطم هناخدها من هنا، نفتح كده، هنشيل دي، بعد كده نعمل علامة هنا كده بالشكل ده. يلا نعمل الكمية كلها. طماطم في المية كده. الطماطم بعد ما طلعت على النار 5 دقايق وردت عليها بمية باردة، هنقشرها دلوقتي ونشوف. هنقشرها كده بنفس الشكل ده. نقشر كل الكمية كده. الطماطم بعد ما كلها اتقشرت هناخد كده الطماطم هنقطعها كده تقطيع ايه، تقطيعها كده. بعد كده هي هتكمل ايه على النار. معلقتين زيت زيتون، بسم الله. هنزل بالثوم. اول ما يعمل كده اهو هنزل بمعلقه شطه، اديها تقليبه. تمام. المفروض الشطه دي بتبقى ايه اللي هي خشنه شويه. تمام. انا هقوي الطعم شويه بفلفل حامي. سيبها تشوح كده تشويحه. احلى صوت دلوقتي ممكن تسمعه، الصوت الطماطم اللي نزل مع الزيت. ننزل كده للفرن، نسيبه يتسبك شويه على النار. هحط صلصه طماطم معلقه عشان بس لون الطماطم فاتح شويه. تكه صغيره كده لو لون الطماطم فاتح نحط معلقه صلصه طماطم. مكعب مرقه، نص معلقه فلفل اسمر، كمان نص معلقه ملح. كده غليت هنزل عليها معلقه ملح، معلقه كبيره. هنفتح بقى كيس المكرونه الحلو ده هنجربها النهارده. المكرونه بالسمنيه، السميد بتاع القمح. بسم الله. كده المكرونه بعد ما خلاص استوت، بصوا كده على الدنتي، يعني ايه فيها عضة شوية كده. خلاص هنبدأ ننزل المكرونة هنا. بسم الله. أنا بنزل المكرونة على طول في الصوص بتاعها. هاخد شوية مية صغيرين من المكرونة. كده
أول حاجة بالمكرونة نسيبها 4 دقايق على النار كده ولا حاجة. وبعد على الأيام بصوا يا جماعة المكرونة أربياتا مع الشيف المشاهير هتاخد عقلك وتطير. كده المكرونة بتاعتنا خلاص استوت، قربت الأكيلة حاجة بسم الله ما شاء الله. هكذا يجب أن تكون الباستا. هنبدأ بقى نغرف المكرونة بتاعتنا الجميلة. شوف عاملة ازاي، بالله عليك لا تخش تعمل لي زوم. اعمل زوم بقى وشوف، وري الناس الجمال والحلاوة عاملة ازاي. الناس هتعرف ازاي ان هو أكل حلو. وبكده نبقى وصلنا للطبق النهائي بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا الجرنش ده بتاعك انت، عايز تحط عليها جبنة ماشي، شوية بقدونس شغال، الجرنش بتاعك انت. احنا لينا التيست والطعم والطريقة بتاعته، وبالهنا والشفا.